سرحت بذهني لتلك الوقائع التي حدثت بالفعل معي، والتي تثبت بلا شك صدق تلك الأقاويل التي كنت أحسبها أسطورة قبل زيارتي لتلك الرقعة من البلاد. لا زال بدني يقشعر عندما أتذكر في أول زياراتي بأنني كنت أشتكي لصديقتي روان من عناء السفر وتعبه وخوفي الشديد من أن تفوتني صلاة الفجر لأرى في منامي، أو إذا تخيرت الدقة لأرى بين صحوي ومنامي قرب الفجر قط يربت على يدي بيده كما لو كان يوقظني. وبالفعل صحوت على صوت الإقامة لصلاة الفجر، وعندما قصصت على صديقتي روان تلك القصة أخذت تضحك ضحكتها الرنانة، تلك التي تأسر القلب، وهي تقول: إذن فلقد بدأوا ترحيبهم الحار بك من أول يوم. لا تخاف عزيزتي، فإن الجن الذي يسكن في بنايتنا هذه مسلم وهم لن يضروك. وتوالت المواقف والقصص حتى اعتادت نفسي، وأصبح أي شيء يحدث هناك لا أجد غرابة فيه، لا شيء يدهشني أو يحرك فيني علامة التعجب ولا حتى هواجس الخوف. فلقد عشت وعاصرت قصة حب روان صديقتي الصدوق، زواجها ثم طلاقها، كل ذلك حدث بوتيرة متتالية وفي زمن قصير بشكل غريب. حب سنة كاملة حافلة بالهوى والوجد، محصلته الطلاق، وقلوب تنزف عشقا.